مساء الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ايمان اشرف ولازلنا بنتكلم عن المينيماليزم. امبارح انا قلت لكم قصتي مع المينيماليزم، وقلت لكم ان شاء الله على مدار الحلقات اللي جايه هنبدا نعرف عنه اكتر بالتفصيل. وده اللي هيحصل من اول النهارده ان شاء الله. انا بحب في كل حاجه في حياتي احط الحاجات الصغيره تحت حاجه كبيره. فانا نفذت ده على المينيماليزم، فلقيت ان انا كإنسانة بنقسم لثلاث حاجات: قلبا وقالبا ومحيطا. القلب هو كل حاجة غير ملموسة، كل حاجة معنوية، افكاري، اهدافي، السوشيال ميديا، علاقاتي بالناس، كل حاجة يعني في دماغي، مش حاجة ملموسة. قالبا جسمي وصحتي وبشرتي وشعري، وبرضو بدأت ان انا اشتغل على النقطة دي. ومحيطا هي كل حاجة مادية ملموسة حواليا، هدوم بقى، كتب، اي حاجة انا بقدر ان انا المسها. لما بدأت ان انا اشتغل على المينيماليزم وابحث عنه واقرأ عنه، سواء كتب او فيديوهات على اليوتيوب، كنت دايما بلاقي الناس بتبدأ بالجانب المادي. انا مينيماليست، انا تعالوا شوفوا انا شلت هدوم قد ايه وبقى عندي قد ايه وبستخدمه بس. تعالوا شوفوا استغنيت عن كام كتاب. دايما بنشتغل على الجانب المادي، وبعدين بقى نبدأ نبص للجانب المعنوي وجسمنا. فانا كان التاتش بتاعي في الموضوع ان انا عكستها. انا قررت ان انا افهم معنوياتي الاول، افهم كل حاجة مش ملموسة فيا. ليه؟ لان انا يعني عن تجربة، انا غير من 7 شهور اول ما بدأت اختلف فيا حاجات كتير. ممكن حاجات كنت انا هكون طلعتها والاقي نفسي بقول يا لو كانت عندي انا محتاجاها دلوقتي، وحاجات اكون سبتها وحاسه ان انا خليت دي ليه، انا مش محتاجاها. فعشان كده يعني افضل حاجه ان احنا نشتغل الاول على معنوياتنا وعلى القلب، بعدين القالب، واخيرا المحيط. وعمليه المينيماليزم هي مستمره معانا، يعني طول الوقت انا بفلتر افكاري، بفلتر اهدافي. لما باجي اشتغل على حاجه والاقي فكره تانية نطت في دماغي في هدف تاني هيبعدني عن اللي انا بعمله، بشيله على طول. ببص في الحاجات اللي عندي انا مش محتاجه ايه اطلعه. فهي مش عمليه مؤقته، او مش عمليه هعملها مره وخلاص، دي حاجه بتستمر معايا على طول. فان شاء الله من بكره هنبدا نشتغل على حته قلبا، كل حاجه معنويه فينا ومش ملموسة، وهنبدأ بالعبادة. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. سلام عليكم.